السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. لأسرار المطبخ مع أروى. وهنشوف النهاردة الأكلة الجميلة ديت، السمك النيل الجميل. وهنعمل رز وهنعمل سلطة وهنعمل دقة جميلة قوي بنحب ناكلها دايما مع السمك. طيب دلوقتي نشوف احنا جبنا سمك منين وعملنا بيه ايه. ده كله في الفيديو. انا لو هيعجبكم الفيديو تتفرجوا عليا، يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم اللي جديد. بصوا يا جماعه، انا كنت قصيت منه شويه وسبت شويه افرجكم عليه وهو بيتنفس كده وهو صابح. بص ما شاء الله بيلعب ازاي حتى بعد ما قصيته والخياشيم بتاعته حمرا ازاي، ما شاء الله. معلش يا جماعه، انا بحب اجيبه وانضفه طبعا. و بحب الاولاد الاول تلعب بيه شويه كده، بيحبوا يتفرجوا عليه وهو صاحي. وبعد كده هو تبتدي بقى اعمله مع نفسي كده هو حاجه جميله ومتربيه تربيه نظيفه وجايباها يعني من النيل عامه يعني. ماشي، هنشوف دلوقتي وانا بنضفه. معلش بقى يعني الجماعة اللي بتعرف من الحاجات ديت بلاش تتفرج او تلغي الحتة الصغننة دي، او تجريها وبعد كده تكمل الفيديو معايا عادي. تمام. بصوا انا بعد طبعا يعني ممكن اكون قطعت الحتة ديت علشان حسيت ان ممكن تكون مش متقبلينها او مش هيكون شكلها لطيف. فقلت خلاص مش مشكله يا جماعه، نضفه انا مع نفسي. وبعدين غسلته غسله حلوه وعملت الدقه بتاعته اللي هي عباره عن توم وفلفل وكمون وملح وتتبيله سمك. ماشي. ابتدي بقى بعد ما غسلته كده اهوت وخلصته كله، ابتدي احيق بتاع السمك بتاعي كده بالشكل ده. انا طبعا ما عملتوش كله، أنا عملت جزء منه والجزء التاني شلته. اعمله تاني يوم يعني حسيت ان هو هيبقى كتير يعني. تمام. انا كده ايه بقى، ابتدي اجيب الدقيق اللي انا هعمل فيه السمك واعمله بالشكل ده. احط حوالي كوبايه دقيق على معلقتين نشا على معلقه من الكركم. تمام. اقلبها بالشكل ده وابتدي بقى اقلي معاكم السمك زي ما هتشوفوه دلوقتي. تمام كده. يا رب يكون الفيديو بتاعي يعجبكم وتستمتعوا بيه. وارجو انكم تدعموني يا جماعه عشان يوصل لكم كل جديد وتشجعوني. التعليقات بتاعتكم بتشجعني وبتخليني بعد ما بكون مثلا هبطت ومش عايزه اعمل حاجه، ابتدي من تعليقاتكم الجميله ابتدي ان انا ايه ارجع تاني واعمل افكار جديده واعمل حاجات جديده واصور لكم حاجات تانية. انا دلوقتي كده اهوت ايه ابتديت ان انا احط السمك بتاعي في الدقيق بالشكل ده واقليه. بصوا يا جماعه السمك ده انا بحب الحجم بتاعه ده جدا انا واولادي ويبقى طعمه مسكر كده جميل. تمام. اهو نقلي كده مع بعض السمك. بصوا هيبقوا شكله دلوقتي عامل ازاي. ما شاء الله كهرمانه كهرمانه كده زي ما بيقولوا. ابتدي بقى اقلبه كده. انا كنت طبعا عملت الرز وعملت السلطه علشان ما اطولش عليكم الفيديو لان دي حاجات كلها بديهيه وكلنا عارفينها يعني. سواء الرز انا بعمل بصلايه بقطعها مكعبات صغيره وبحطها على النار على حبه زيت وافضل اقلب فيهم لغايه لما كرملهم خالص 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 يدوني على لون البني كده. واجيب الرز بتاعي اغسله غسله حلوه واشوحه في البصل كويس قوي لغايه لما ينشف منه الميه. وكانت الميه مغليه او لو عندي ما عنديش اسخن ميه واحطها، لان الميه السخنه يا جماعه بتخلي الرز مفلفل. واحط عليه شويه شويه ملح وشويه كمون لان طبعا ده رز سمك بيحب الكمون شويه. احط شويه ملح وشويه كمون واقلبه كويس قوي وخلاص كده اهوت اسيبه لغايه كده هد عليه. تمام. نطلع مع بعض السمك والاكله الجميله. مكونات السلطه اللي عندك اللي موجوده في التلاجة. يعني انا طلعت اللي موجود عندي وعملت مثلا بجرجير ببقدونس. ابدا اعمل بقى بالسلطه عندي اللي هي الجرجير زي ما قلنا كده اهوت، الجرجير والبقدونس والحاجات المكونات اللي عندي وطماطم خيار جزر الموجود عندي في التلاجة بعمله. وابتدي بقى اغرف حاجتي كده. بالنسبه للدقه دي هي توم وفلفل وملح وخل وكمون وبكتر الخل شويه وعصره ليمون او ليمونه. طعم جميل قوي. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.